مساء الخير. طبعا بقول لك مساء الخير عشان خاطر احنا بعد الظهر دلوقتي. فاهلا وسهلا بيك. لو انت اول مره تشوفني فانا صديقك يوسف، دكتور علاج طبيعي، ولو انت عارفني فخلاص فانت عارفني كده كده يعني. الفيديو ده بص هو هكلمك كده عن موضوع هو يبان بسيط في ظاهره كده، ولكن هو عميق في اثره جدا جدا جدا. يعني انا جاي اكلمك على روتين صباحي، ومش روتين اي حاجه ومش اي كلام جاي اقوله لك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبدا يومه كده. فتخيل ان انا كمان يعني ثانيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده، وكمان كبار الصحابه كانوا بيتاسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبيعملوا كده. والناس اللي هم الناجحين في التاريخ بتاعنا، والناس الكبار في التاريخ، والناس العظماء التاريخ كانوا بيعملوا كده برضو. فاهم؟ ف... فاللي هو مساء الفل يعني كده. ان شاء الله انت يعني هتخرج من الفيديو ده هيبقى عندك روتين بسيط جدا تقدر انك تطبقه كل يوم، وهيبقى جواك لو انت واخد النية من جواك ان انا بعمل كده لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده. فتخيل بقى ان انا مش باخد روتين بس، ولكن انا باخد اجر كمان، ان انا بتأسى وباخد سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعملها. طب انا عايز اسألك سؤال كده، انت بتبدأ يومك ازاي؟ انا هقول لك انا ببدأ يومي ازاي. انا بصحى من النوم ببدأ حاجة لا إرادية كده، ببدأ ان انا امد ايدي جنبي علشان خاطر امسك تليفوني اشوف الساعة كام. حلو، بشوف انا صحيت الساعة كام يا عم. تمام. طيب بعد كده ببدأ ان انا اشوف لو حد جاي لي رسالة بعت لي رسالة او كده، ببدأ ان انا ارد عليها. وبعد كده ببدا ان انا افتح الفيس، ببدا ان انا اقلب شويه، بقول ان انا ايه بفوق نفسي. حتى لما حد بيجي يكلمني يدخل لي ايه يا يوسف انت صحيت، اقول له بس بفوق نفسي وبس، وبفضل ماسك التليفون اقلب فيه. حلو. طيب وبعد كده ايه بقى اللي بيترتب على اللي انا بعمله ده؟ ان انا لما بصحى من النوم وباجي اعمل اي حاجه في يومي، حاجه اذاكر، اعمل حاجه كده يعني حلوه، فبلاقي ان انا تركيزي مش احسن حاجه. طيب ده ايه بقى؟ ده اسمه ايه؟ بص انا هقول لك حاجه، ان احنا عندنا في طريقتين لبدايه اليوم. في حاجه اسمها الطريقه المنتجه، والطريقه يعني طريقه المستهلك. بمعنى ازاي؟ انا لما بدات يومي كده فانا بدات بطريقه حاجه اسمها المستهلكه، يعني حاجه بتستهلكني وبفضل طول اليوم مستهلك حرفيا، ببقى مش تركيزي مش احسن حاجه. طب الطريقه التانيه اللي انا اقولها لك بقى، اللي هي اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمله والصحابه كانوا بيعملوا. المهم، والطريقه التانيه اللي هي الطريقه المنتجة، تمام، اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها. يعني ما اقصدش، اقصد يعني الطريقة المنتجة اللي هي الطريقة الصح اللي احنا بنتأسى باللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمله. خلاص تمام. فبس فخليك معايا بقى. اول حاجة ربنا سبحانه وتعالى اقسم بالفجر في سورة الفجر. وربنا سبحانه وتعالى لما بيقسم بحاجة فاعرف ان الحاجة دي مهمة وشأنها عظيم جدا. تاني حاجة ربنا سبحانه وتعالى لما قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان وقت صلاة الفجر او وقت الفجر ده وقت عظيم جدا، وقت بيشهده ملائكة النهار وملائكة الليل. كمان النبي صلى الله عليه وسلم، لما انا قلت لك قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال اللهم بارك لأمتي في بكورها، فتخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم دعوته مستجابة. ولما قال اللهم بارك لأمتي في بكورها ففعلا الوقت ده فيه بركة. كمان ان في حديث بيقول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. يعني تخيل ان انا لو بداية يومي كده على بعضها ما كانش فيها غير ان انا صليت الفجر وسنة الفجر، انا مش محتاج حاجة تانية خالص. انا كده بدأت يومي انسان منتج، وحرفيا هكون انسان يعني هكون ايه مركز كده والدنيا زي الفل. تعال اما اقول لك بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبدا يومه ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما بيفتح عينه كده بيصحى من النوم كان بيمسح ايده على وشه، بيمسح اثار النوم ويقول الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. تخيل ان انت بادئ يومك بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى، وده بيديك حاله من حالات الرضا، حاله بالرضا كده، انك بتحمد ربنا، بتديك كده احساس الانبساط، بتكون انسان مبسوط كده وقايم من النوم مبسوط. حرفيا بتفرق معاك كتير. تاني حاجه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستاك، كان بيستخدم السواك. كان ايه اول ما بيجي مثلا اثناء الوضوء او قبل الصلاه كان بيستخدم السواك. طب ده ايوه انا اعمل ايه طيب دلوقتي؟ هل اروح استخدم سواك، اشتري سواك عادي؟ مش شرط يعني. هي ممكن يعني انك تقوم مثلا تدخل الحمام تغسل بقك بالمعجون وتتوضا، فديا حرفيا بتخرجك كده من انت كنت في عالم وبتروح عالم تاني خالص، ما بين النوم واليقظه كده روحيا وجسديا. ثالث حاجه النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيصلي الفجر كان بيفضل قاعد يذكر الله سبحانه وتعالى لحد ما الشمس تطلع، وبعد كده بيبدا ان هو يصلي ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث ان اللي يعمل كده بياخد اجر حج وعمره تامه. فتخيل ان انت حرفيا اول ساعه ونص في يومك لو انت عملت بس الحاجات دي، شوف الاجر الكبير اللي انت هتاخده، شوف يومك هيبقى الباقي عامل ازاي.
تخيل ان انت صليت الفجر في جماعه، ومن صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله، انت في حمايه ربنا طول اليوم، انت مش محتاج حاجه تانية خالص، انت انسان هتبقى مختلف عن اي حد. يعني حرفيا بص، دي حاجات، عارف انت الباب اللي عليه زحمه، يعني عادي. بص اقول لك حاجه، اللي يروح يصلي الظهر في المسجد والعصر في المسجد والمغرب في المسجد والعشاء في المسجد، ده وقت اصلا الناس كلها بتبقى صاحيه فيه، خلاص تمام. الفجر بقى ده باب، مش اي حد بيصحى الفجر في البرد وينزل ويروح يصلي، مش اي حد والله، فخليك مختلف. فبس تعال اما احكي لك بقى عن ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس رضي الله عنه ده كان من اعلم الناس في التاريخ الاسلامي كله. وصفوا الصحابه ان هو كان بيفضل يقيم الليل طول الليل يعني، ولما بيجي الفجر بيصلي الفجر وبيفضل يطلب العلم ويذاكر. النتيجه ان هو حفظ الاف الاحاديث، وحرفيا بقى المرجع الاول في الفقه لاجيال واجيال في التفسير والفقه وكده. فالصبح عنده كان وقت البناء مش وقت النوم. وانا معاك والله ان النوم اللي بعد الفجر ده بص هو احلى نوم في الدنيا. انا لما بنام بعد الفجر انا ببقى مبسوط قوي، بس المشكله ان الوقت ده هو حرفيا الوقت اللي المفروض انك تبدا فيه يومك، مش الوقت اللي انت تنام فيه. تعال اما احكي لك على تاني واحد، وهو الصحابي عبد الرحمن بن عوف، الصحابي تاجر اللي النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنه، كان من العشره المبشرين بالجنه، وكان في نفس الوقت من اغنى الصحابه في وقت. كان مشهور ان هو بيبدا يومه بالصلاه والذكر قبل ما يبدا اي تجاره اصلا او يبدا يشوف يوم. فالاولويه الصح وقت الصبح ده هي اللي ادت البركه لباقي اليوم بتاعه. تعال اما احكي لك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيقول لك اللي هو اصلح يومك باوله. يعني ايه؟ ان انا لو بدات يومي بحاجه كويسه او حاجه منتجه بفضل طول اليوم منتج، وهكذا. هو نفس الكلمه يعني، تمام. طيب يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان وقت الفجر بتاعه كان بيصحى بينزل بيتفقد احوال الامه، وبيبدا ان هو يشوف الشوارع والاسواق والكلام من ده كله. ده معناه ايه؟ ان هو كان منتج، كان بيصحى الصبح، ده وقت شغل وقت عمل، ما كانش بينام بعد الفجر. فاهم حاجه؟ تعال اما احكي لك بقى على ناس اللي هم حرفيا ناس في التاريخ الاسلامي بتاعنا يعني، تمام. ابن الجوزي رحمه الله. ابن الجوزي كتب اكتر من 700 كتاب. 700 يا يوسف؟ 700 والله. 700 بقى، ومن غير كمبيوتر ومن غير نت ومن غير ما اعرفش ايه، كتابه. فاهم يعني ايه كتابه؟ فاحنا دلوقتي اصلا انا لو عايز اكتب حاجه بقولها فويس وبحولها لكلام مكتوب، او بخلي شات جي بي تي يكتب لي. انا ما بكتبش اصلا، فاهم حاجه؟ فاحنا في دنيا تانية خالص والله. كان مشهور بتقسيم وقته الشديد جدا وبدقه. كان بيقول ان اللي بيضيع وقت فراغه فبيضيع حياته. فالصبح عنده كان وقت الكتابه والعلم. وتخيل بقى النتيجه لكده، مكتبه باكملها لابن الجوزي. الامام البخاري رحمه الله اللي هو صاحب كتاب الجامع الصحيح، اللي هو يعتبر اصلا اصح كتاب بعد القران الكريم، ذكر عنه تلاميذه ان هو كان بيفضل يقيم الليل، وبعد كده بيبدا ان هو يراجع اللي كتبه. ووقت الفجر ده كان وقت التصحيح والتدقيق والتحقيق، حاجات كده اللي هو طلب علم، طلب علم من الاخر يعني. بس يلا سلام.